رمضان علي رزقا لي قفاص. بالنسبه لمهنتي انا ما عاوزش ليها تكميلات، انا عاوز اعمل فيها كل حاجه. الجريد بيجي يتقشر والتقشير بتاعه ده بيتعمل منه مقاطف، الخوص بتاعه يعني كل الجريد، كل النخله دي بتعمل صنعه. بنجيب الجريد من الجيزه بنحطه على القرمه اللي هي الخشبه ديت، بنقطعه ونفصله ونعلمه وابني بيخرم. بعد التخريم بنعمل العيدان دهيت ونقوم نقفله كقفص. بعد ما القفص ما بيتصنع يعتبر السلك ده اخر مرحله فيه، بنربط بيه زوايا القفص. بنربط بيه زوايا القفص عشان ايه؟ يطول مده القفص، يعني العمر الافتراضي بتاعه، لانه القفص راح من غير ما يتسلك يعتبر ممكن يكون التعبئه بتاعته مره او اتنين يبدا القفص ايه؟ الجريده بتاعته تبدا تتفكك من بعضها. الصناعات اللي الجريد بنعمله منها ممكن تعملي سرير، يعني زي ما تقول ديكورته بتحطيه لعيلك او لعيالك في جنب المابوليا بتاعتك. الكراسي والترابيزات والسراير وقفاص الفراخ اللي هي البيتي والبتاع المزارع، وقفاص عيش بتخش الطوابين ديت. بنيجي بقى في اوقات في الصيف بنيجي مثلا نجيب الجريده دهيت ممكن نجيبها ب2 جنيه. اما تيجي تبيع القفص مثلا ب7 جنيه ولا ب8 جنيه ما بيجازيش. القفص دوت تدخله التلاجة وتدخل فيه موز وفي حرارة الموز، دخل فيه بلح للموز في الحرارة. يعني القفص صحي في كل حاجة، أما البلاستيك ما هو صحي. هي ما اندفنتش بس كمنها يعني مش مجزية شوية، الناس بتشوف غيرها يعني، بس حمد ربنا بيها. غيري بقى بالجيل الجديد يمكن مش حامل ربنا مثلا وعاوز يعني أكتر من كده.